أونو تونا هو ممثل تركي ولد في 2 يوليو سنة 1985، وهو شبيه للممثل اللبناني معتصم النهار، حيث صرح الفنان التركي أونو تونا سابقا بأنه يرغب بالتواصل مع الفنان معتصم النهار ليصبحا صديقين. ولد في مدينة كاناكالي عام 1985، وسط عائلة مكونة من والده الذي كان يعمل مدرس رياضيات، ووالدته ربة منزل، كما كان له أخ واحد. طوله 1.97 متر ووزنه 80 كيلوغرام. برجه هو برج السرطان. وهو صغير كان يهتم بالغناء والأنشطة المدرسية، أيضا كان ماهرا في ألعاب رياضية مثل لعبة كرة السلة، والتحق بفريق المدرسة وحصل على بطولات كثيرة، وأيضا كرة الطائرة. رغم تعدد مواهبه إلا أن الموسيقى هي كانت شغله الذي يشغله دائما. أثناء الدراسة المدرسية في المدرسة المتوسطة والثانوية أصبح مشتركا بقسم المسرح، وشارك في العديد من المسرحيات المدرسية. اشترى له والده جيتار كهدية، أصبح يدير حفلات المدرسة باستخدام هذا الجيتار. كما تعلم العزف على البيانو. انتقل إلى إزمير للدراسة الجامعية هناك. التحق بجامعة إيجي معهد الموسيقى ودرس الموسيقى الصوتية. وأثناء دراسته الجامعية عمل كموديل أزياء لمدة 4 سنوات، ثم قرر دراسة التمثيل أيضا بجانب الموسيقى في مركز إزمير. قدم أول دور له أمام الكاميرات في المسلسل التلفزيوني الحياة تستمر عام 2011. وفي عام 2014 ظهر في مسلسل فيلانتينا في دور مصطفى، واشتهر في مسلسل التفاح الحرام في عام 2019 بدور إليهان، ومسلسل طبيب المعجزة في عام 2021. مثل أيضا في مسلسل السجين في دور فرات. شارك أيضا في مسلسل حياتي رائعة، مسلسل أوراق للنسيان، وآخر أعماله مسلسل غريب في المرآة الذي يعرض حاليا، المسلسل الذي يحقق نجاحات كبيرة. ما هو رأيكم في الممثل أونو تونا؟ ومن هو أفضل مسلسل شارك فيه؟